ملك المغرب جه تركيا هنا معاه 5 طيارات. 5، الخبر بيقول كده، وانا الحقيقه مش بفتي على الراجل. الخبر بيقول ان حاله من الغليان والسخط الشعبي نتيجه يواجهها ملك المغرب نتيجه الاسراف والبذخ التي تعيشه العائله المالكه. ووجهت انتقادات شديده للملك المغربي بعد ذهابه في زياره خاصه لتركيا على متن 5 طائرات 3 منها تحمل امتعته الشخصيه. يا نهار ابيض يا جماعه، امتعته الشخصيه في 3 طيارات؟ ده الواحد لما بيملى شنطه بيقول ده انا شايل. ده ايه ده؟ امتعته الشخصيه في 3 طيارات بس. يعني ايه امتعته الشخصيه ايه؟ بيلبس مقاس كام؟ مش معقول. وبعدين هو هنا في الزياره خد 5 طيارات. الطيارات بقى ازاي؟ بس عشان المغاربه نفسهم هم منادين، مش انا مالي، ما يسافر ان شاء الله ياخد المطار نفسه معاه، انا مش فارقه معايا. بس المغاربه عندهم فقراء. وبعدين انا عايز اسال الراجل ده، الراجل المحترم الكباره ده اللي احنا ما جبناش سيرته ولا مره في حياتنا ده، يا اخي انا هسالك سؤال يا اخي، والله هسالك سؤال يا اخي، بالله عندي سؤال يا اخي. المسلمين جعانين يا راجل. يعني انتوا والدك الله رحمه الله عليه كان بيعتبر نفسه امير المؤمنين، كانوا بيتقالوا كده، كان بيتقال امير المؤمنين. يعني انت لو شفت الجنازه بتاعت الملك والده كان بيقول المذيع على التلفزيون المغربي موكب امير المؤمنين، الجنازه بتاعت الوالد الملك الوالد يعني امير المؤمنين. انا بسالك سؤال يا جلاله الملك، في ناس جعانه بجد؟ سيبك من شعبك، يمكن انت متضايق من المغاربه ومخنوق منهم، انما في ناس بتموت يعني في ناس ما تلاقيش اكل يا جماعه. ده في ناس 3 طيارات شايلين البوكسرات بتاعتك. مش معقول 3 طيارات. بصوا دي صوره كمان ليه وهو ماشي في تركيا، والرقم او اللي انا سمعته او اللي مكتوب بيقول الطيارات وصلت، هو وصل على متن طائره مدنيه خاصه، ثم وصلت زوجته على متن طائره خاصه. الله، ده ما يسافروا مع بعض، طب ما يقعدوا مع بعض. يا راجل ما تحبطنيش بقى، مش عايز انا احباط بقى. ده الواحد يعني مش معقول. ده انت لو نمت في طياره زي دي تتمنى انها ما تحطش على الارض اصلا. اتفرج اكل ايه، وكلنا اكل وشربنا شرب، يعني جو جامد جدا. قال لك مراته وصلت على طياره خلاص وهو وصل على طياره تانية. طب ليه بقى الجو ده؟ يعني قفشوا مع بعض على كلمه ولا حاجه؟ جلاله الملك وجلاله الملكه اتخنق منها، اتخنقت منه، قالت له بصراحه ما بحبش اقعد جنبك في الطياره. انت كبيرك تقول لمراتك ما بحبش اقعد جنبك في السرير، انما ما بحبش اقعد جنبك في الطياره دي كبيره شويه واسعه شويه يعني. قالت له بقول لك كده ما بطيقش السفر معاك، اطلع بالطياره الثانيه. يا كبيرك مراتك يبقى عندك عربيه ثانيه، انما طياره ثانيه وسواق ثاني. فالمهم خد الطياره وهو خد طياره، و3 طيارات كانوا بيشحنوا امتعه العائله المالكه وزغرتي اللي انت مش غرمانه. وعلى فكره السعوديه بجد شعب زي ما يقلش عن اي شعب عربي، عنده نسبه فقر برضه محترمه. لانه انا بس كنت عايز اقول لجلاله الملك باعتبارك امير المؤمنين والدك كان امير المؤمنين واعتزل، في فقراء بجد، في فقراء. اعمل حسنه يعني، اذا كان في فلوس فايضه عليك اديها للفقراء، اعمل حسنات.